2020، وكان لها الدور الرئيسي في تحريك المناخ الكروي المحلي بشكل مؤثر، مما ساهم في صناعة المسابقة الكروية الرئيسية وهي دوري المحترفين السعودي. ويقدر مجموع ما أنفقته 8 أسماء فقط في 8 أندية سعودية بأكثر من 1.5 مليار ريال سعودي على الأقل خلال 10 سنوات مضت، وهو رقم تاريخي غير مسبوق، ويعكس إحساسا من هذه الشخصيات بأهمية دعم المجتمع من خلال قطاع الشباب والرياضة، وما يحفز الآخرين للاقتداء بهم كشخصيات اجتماعية واقتصادية داعمة للوطن من خلال القطاع الرياضي. الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس أعضاء شرف النادي الأهلي يتولى وحيدا دعم النادي، ويعد مصدر التمويل الرئيسي للقلعة الخضراء. وتقدر بعض المصادر مجموع ما أنفقه الأمير خالد في النادي الأهلي خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 250 مليون ريال سعودي على الأقل، ساهمت في بقاء الأهلي ندا رئيسيا في الساحة السعودية. الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز بالرغم من ارتباطاته العملية الواسعة في القطاع الحكومي، إلا أن الفريق أول متقاعد خالد بن سلطان كان يرى في دعم نادي الشباب دورا اجتماعيا مهما للشباب في منطقة الرياض، واستطاع بدعم ورعاية مالية تفوقت على 300 مليون ريال خلال 10 سنوات مضت أن يجعل الشباب نموذجا للأندية الرياضية القادرة على أن تكون الأكثر نموا في الشعبية رغم وجوده بين ناديين جماهيريين في العاصمة. الشيخ عبد المحسن آل الشيخ هو الشخصية الداعمة والرئيسية للاتحاد، وبالرغم من حرصه الكبير على عدم الظهور الإعلامي وابتعاده عن أي حديث مباشر مع وسائل الإعلام، إلا أن شعبيته واسعة في الشارع الاتحادي. وتقدر مصادر اقتصادية حجم تمويله للاتحاد خلال الأعوام العشرة الماضية بأكثر من 500 مليون ريال سعودي. الراحل الدكتور محمد عبد يماني وزير الإعلام السعودي الأسبق ورئيس أعضاء شرف نادي الوحدة، الأديب والمثقف الراحل، لم يكن ذو نزعة إعلامية في دعمه للوحدة، إلا أنه قام بمحاولة ملء الفراغ الذي أحدثه رحيل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز ككبير للبيت الوحدوي. وتعامل الدكتور يماني يرحمه الله مع الوحدة من منطلقات دوره كأحد وجهاء العاصمة المقدسة، وكان لرحيله فراغا لا يمكن أن يشغل بسهولة. الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز هو شقيق رئيس الهلال الحالي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وقام بأدوار مهمة ورئيسية في دعم إدارة النادي. وتقدر أرقام تقديرية حجم دعمه للهلال خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 200 مليون ريال، ويسجل له أنه أحد أبرز أعضاء الشرف الفعالين في الهلال، ولم يرتبط يوما بإدارة محددة، بل كان دعمه دوما للهلال الكيان بصرف النظر عن من هو الرئيس. الأمير فيصل بن تركي بن ناصر كانت له مواقفه الداعمة مع نادي النصر عندما كان عضوا للشرف، وبلغت قيمة دعمه للنادي خلال فترة رئاسته الحالية والتي مضى منها 18 شهرا أكثر من 80 مليون ريال حتى الآن، ويعد في نظر جماهير النصر أكثر الرؤساء دعما من الناحية الاقتصادية. عبد العزيز الدوسري يعد النوخذ من أكثر رؤساء الأندية السعودية خبرة وتمرسا، فقد ترأس الاتفاق عام 1982 وكان حينها أصغر رؤساء الأندية السعودية سنا، وبعيدا عن 3 أعوام في منتصف التسعينات ابتعد فيها عن منصب الرئاسة، فإنه يمتلك خبرة 25 عاما من التجربة وسط علاقات متميزة مع جميع الأندية. وتقدر مصادر اقتصادية حجم دعم الدوسري للاتفاق منذ ترأسه للاتفاق في بداية الثمانينات حتى الآن بأكثر من 180 مليون ريال سعودي، وهو رقم يعد الأضخم في تاريخ الرياضة بالمنطقة الشرقية. رجل الأعمال فهد المطوع كانت رئاسة أندية القصيم دوما ترتبط برجال أعمال من الحجم المتوسط أو بتمويل مالي لا يتجاوز 1,000,000 أو 2,000,000 ريال، حتى أتى رجل الأعمال فهد المطوع والذي يقيم في مدينة الرياض إلى رئاسة نادي الرائد ليدخل النادي ذو الشعبية الواسعة في منطقة القصيم إلى مصاف أندية عشرات الملايين،
حيث مع العام الثاني من رئاسته للنادي تقدر مصادر مطلعة على الشأن المالي للنادي بأن فهد المطوع قد أنفق 40 مليون ريال، وهو ما يفوق ما أنفق على الرائد خلال 10 سنوات مضت، مما أهل الفريق لأن يكون من أندية الوسط ويبتعد عن كوابيس الهبوط.